أصعب إحساس في الدنيا إنك تتكرم وتاخد نجمة فضية على أسوأ يوم في حياتك. جندي بيموت قدام عينيه فصيلة كاملة وبيشيل أخوه 10 ميل وهو بينزف علشان ينقذه، وفي الآخر بيموت منه على بعد 100 متر بس من الأمان. بس الحكاية هنا لسه مخلصتش، لأن اللي قتله راجع النهاردة علشان يصفي العالم كله. استعد، لأن مواجهة الموت المرة دي ملهاش خط نهاية. بنروح لأفغانستان في دورية مهندسين عسكرية في طريقها علشان تصلح قافلة عطلانة وسط الطريق. المهندس نزل من العربية وهو بيزعق وبيسأل مين الغبي المسؤول عن الفوضى اللي بوظت يومه دي. قائد الفصيلة طلع لقدام واعترف إن هو، وبسرعة بقى واضح إن الاتنين في الحقيقة إخوات. بعدها بدأ يعلم أخوه الصغير قوانين العلوم، وبالذات الديناميكية الحرارية، وبيقول له إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، فلازم تروح في مكان ما. بنشوفهم بدأوا بإنهم يملوا شاحنات القافلة بمادة تسد التسريبات. هم عملوا سد للفتحات وده خلى الحرارة تتحبس لحد ما المبرد الريداتير انفجر. بعدها قعد يهزر مع أخوه وقال له إنه كان عارف إن فكرته العبقرية هي اللي خلته يصب المادة دي في الشاحنة. بنشوف أخوه الصغير بيتنهد كده وقال له: يا عم فكك، مش ده اللي كان نفسي فيه ولا دي العيشة اللي بحلم بيها. فكرة إن هم طول عمرهم بيحلموا يتقبلوا في برنامج ال RASB، حتى وراه الوشم اللي هم عاملينه زي بعض ومكتوب عليه ممنوع الاستسلام يا زميلي. بنشوف أخوه الكبير بيسخر منه وقال له: يا بطل، إحنا كبرنا خلاص، والبرنامج ده طلع جحيم مش لعب عيال. وقال له إنهم كانوا لسه عيال عندهم 18 سنة لما خدوا الوعد ده. بعدها بشوية طالبان بتطب عليهم بالقوافل بتاعتها وبتبدأ فجأة الغشومية. بنروح للعركة والضرب اللي ما بيخلصش ده. الفرقة كلها اتصفت وما بقاش حد حي، وبسبب ركبته اللي اتدمرت خالص فضل يسحل نفسه في الأرض علشان يوصل لأخوه وسط النار. بتعدي سنتين وبنلاقيه راكب أتوبيس ورايح قاعدة رينجرز في كولورادو. الكوادر هناك ادوا أوامر صريحة: كل واحد فيكم يسلم أي حاجة تخصه، مفيش أسماء، في أرقام بس. وفي طابور تاني رقيب بيألف في ورقة ولاحظ إنه بسبب إصابة قديمة في رجله اترفض 4 مرات قبل ما يلحق نفسه على آخر سنة في السن القانوني. بنشوف الرقيب بيقول له: أنت كقائد دورية المفروض تقود الفريق، بس هو كبر دماغه ورفض العرض وخد رقم 81. بنروح للرائد شير اللي وقف يخطب فيهم وفهمهم إن الرينجرز دول هم رأس الحربة للجيش الأمريكي، وإن ال RASB ده أصعب برنامج اختبار في العالم. ومن هنا بدأ البرنامج رسميا. في الأسبوع الأول ناس كتير اتكلت على الله وخرجت، والأسابيع اللي بعدهم كانت عبارة عن حواجز وتدريبات تطلع الروح، واللي ما بيجيبش المعايير بيترمي بره فورا. بنشوف فاضل 4 أسابيع على الحلم، بنشوفهم قاعدين بيهزروا مع بعض، ورقم 15 عمال يفتي ويقول لهم إنهم لو دخلوا الفوق هيعرفوا أسرار المنطقة 51 والحقيقة اللي مخبينا عن طلوع القمر. فكلهم قعدوا يضحكوا عليه. وفي اللحظة دي 81 سابهم وخلص اللفة بتاعته في هدوء ورجع، واحنا بنقول له: يا عم هد علينا يا سوبرمان، هتخلي شكلنا وحش. بنشوف اسبوع كمان عدى وفي تدريب ضرب نار. الرقيب سأل مين نزل قتال حقيقي. الرقيب سخر منه وقال له: انا بسألك على القتال مش تدريب الحمام. بعد ما لف عليهم كلهم ومحدش ريحه بإجابة بص ال 81 وقال له: فرقة جبل الموت، سبارتانز. الكل اتثبت مكانه ولفوا وبصوا عليه بذهول. بنروح بقى وهم بياكلوا بنشوف رقم 44 بيحكي للمجموعة ازاي 81 كان بيصلح قافلة لما طالبان هجمت غدر ودمرت الوحدة كلها. وبنشوف زميلهم 60 كمل وقال إن 81 ده خد النجمة الفضية. وفي نفس الوقت المذيع بيقول إن ناسا شافت جسم غريب جاي من بره المجموعة الشمسية واحتمال يعدي جنب الأرض، بس بيقولوا مفيش قلق. بنشوف بقى رقم 15 اللي ما كانش مصدق إن 81 خد النجمة الفضية. 44 فهموا إنه كان الناجي الوحيد وشال أخوه على ظهره 10 ميل لحد القاعدة. ف15 بيروح له وبيسأله بفضول: هي الحكاية دي بجد وإيه اللي حصل؟ الرقيب لقطهم وفكرهم إن الكلام ممنوع وعاقبهم كلهم بطلوع ونزول 3 زيادة. بنروح للأسبوعين اللي بعدهم الشغل زاد والتدريب بقى ناشف. الكادر سألهم: انتوا هنا ليه؟ الكل رص كلام عن النخبة إلا 81 إجابته كانت مختلفة. قال ببساطة: أنا عايز أعدي خط النهاية.
بالليل بقى بنشوف 7 بياخد باله إن 81 بياخد برشام صدمة نفسية. الصبح 7 بيسأله هو الوشم ده معناه ممنوع الاستسلام. 81 اتفاجئ وسأله عرفت منين؟ 7 قال له خمنت واضحة يعني. في الأسبوع السادس الشغل بقى تقيل، ناس كتير لبست الزحليقة وخرجوا، وفي الليلة 81 حلم بكابوس وصحي مفزوع على صوت الرقيب وهو داخل يرزع في المكان. قوموا يا هوانم الأسبوع الأخير بدأ. التحدي اللي بعده كان المشي تحت المَيّة بأوزان، ناس كتيرة ما قدرتش. 81 وهو بيعافر افتكر أخوه والذكرى دي زقّته، بس جسمه خانه وفقد الوعي، و7 هو اللي لحقه وسحبه. شير قال لتوريس إنه لازم يقابل 81 لأن المرشح ده بقى خطر، وهُم في الانتظار 81 شاف في الأخبار إن الكويكب بدأ يتكسر. ندهوا عليه وشير قال له يا ابني شكلك تعبان والأحسن تنسحب. 81 جاد وقال له إنه ما فشلش في ولا اختبار. توريس قال له إحنا مش خايفين على عضلاتك، إحنا خايفين من اللي في نافوخك. الكوادر قالوا إن 81 ما بيعرفش ينام ومطوي على مش شكل مرشح رزين، وقرروا يمشوه فورا. شير اتدخل وقال له اللي انت شفته مش قليل، واي حد مكانك كان زمانه في مصحة، بس انت من يوم ما خرجت قدمت هنا فورا. 81 رد عليه بنفس الجملة عايز أعدّي خط النهاية. شير قال له إنه بطل، بس لو خرج دلوقتي الباب هيتقفل في وشه، وحط قدّامه ورقة انسحاب بمزاجه، وقال له: "أنت مهندس وعارف إن المَكَن بيبوظ ولو زاد عليه الحمل وأنت حملك زاد." بس 81 صمم ورفض، وفي الآخر صفوة المرشحين بس هم اللي وصلوا للنهائي. توريس رَص المهمة، طيارة سرية وقعت ورا الحدود ومطلوب إنقاذ، لازم يوصلوا للحطام ويدمروه قبل ما العدو يوصل له. بنشوفهم هيترموا بالبلاك هوك في الجبال وبعدها بيلاقوا الطيار في قرية هناك. توريس حذر إن الأسلحة في شنك، بس المدربين هيعملوا فيها أعداء وهينصبوا كمين. وأعلن إن 81 هو القائد. 15 سخر وقال له يا حلاوة بقى بتاع خط النهاية ده هو اللي هيمشينا. توريس فكرهم مفيش غير 24 ساعة، لو حد اتمسك المهمة باظت. المهمة بدأت والبلاك هوك رمتهم في الجبال روكي. الفريق جمع بعضه. 57 بص في الخريطة وقال الهدف على بعد 20 كيلو غرب. 81 ظبط ساعته وسأل حد مش فاهم حاجة. السكوت عم المكان. 7 وقف وقال احنا هنا علشان هدف واحد وناخد الشارات سوا. 81 شكروا وكملوا سحب. 7 اقترح يريحوا شوية علشان الكادر لا يكون مستنيهم عند النهر بغدر. 81 وافق على 20 دقيقة وفضل هو صاحي يحرسهم. 7 حب يدردش بس 81 قفلوا من الكلام خالص. 81 شاف قنابل مضيئة في السماء فراح جاي مصحيهم وقال لهم لازم نتحرك فورا. الصبح وصلوا للحطام. 7 بنشوفه بيستهون وقال المدربين صرفوا جامد على الديكور ده. 81 حذر إن الكمين مستنيهم. بنشوف 111 بيبعت بلاغ و81 بيرسم الخطة، بس 57 لقط إن الإحداثيات غلط بفرق كبير والبوصلة بدأت ترقص. بنشوف اللاسلكي جايب صوت غريب ملوش علاقة بالبشر. رغم كده كملوا. 81 شاف نور بعيد وراح يشوف فيه ايه لوحده. لقى المصيبة. بنشوف فجأة بتظهر آلة زي روبوت نورت أحمر وطلعت مسحت وشوشهم وفتحت النار عليهم. 81 صرخ وقال لهم اجروا يا رجالة. الآلة حدفت قنبلة طيرتهم من فوق الجبل. 81 بيرجع فلاش باك بالزمن وبيشوف شريط أفغانستان بيشتغل في دماغه، بس فاق لنفسه وراح يلحق 57 اللي كان فيه سيخ خشب في جسمه. 109 اتجنن بس 81 هداه. وبنشوف إن 7 رجله اتدمرت. بنروح بقى للاسلكي اللي بقى خردة و111 ميت. شاف الآلة وهي بتصفي جندي كمان. 57 سلم الروح. 81 رجع وقال لهم الآلة دي ورانا لازم نغور من هنا. بنشوفهم هم بينزلوا بالحبال بس الآلة هنا لقطتهم وقتلت 6. ونشوف 7 هوب دب وقع على الأرض. الآلة مسحت المكان وشافت رجل 7 والضرب اشتغل تاني. الكل استخبى والقنابل بتنحدف عليهم في كل حتة. بعد ساعات 81 شاف دم على رجل 7 واتخض. 7 طلب مورفين بس العلبة مكسورة. 81 عدل 3 وطق الرجل ورجعها لمكانها. 7 أغمى عليه طبعا من الوجع والألم. 15 قال دي أكيد تجارب سرية، بس 44 لجمته وقالت له مش وقت هبل ده خالص. 81 كشف إنه شاف موقع طيارة حقيقي والإحداثيات كانت غلط. 81 شرح إن الآلة دي فيها مجال مغناطيسي بيبوظ البوصلات
وقال لهم لازم نروح القرية اللي فيها الكوادر، وهي بتكون على بعد 8 كيلومتر. بنشوف 15 بيقول لهم مفيش رينجرز ولا زفت خلاص، بس 81 قال له مفيش لا سلك ولا سلاح، المساعدة الوحيدة هي الكادر اللي في القرية. وصلوا النهر قوي، 81 قال لهم هنعمل حبل ونعدي. هو عدى الأول علشان يأمن الحبل، وهو بيعافر في المية اختفى وراح جاي ظاهر لهم تاني. بنشوف 7 و15 بدأوا يعدوا. 7 علق، 15 وهو بيفك الحبل فك حزام الأمان بالغلط. 81 و44 جريوا يساعدوا، وفي اللحظة دي ظهرت لهم آلة الموت من تاني. بنشوفهم كلهم وقعوا في النهر. 81 قطع حبله علشان يتحرر، والآلة ضربت نار قذفته بعيد. 81 مسك في 7 والشلال جرفهم بعيد. طلعوا من المية. 44 انصدم لما شاف 60 حي. 60 حكى انه واقع في المية وجرفوا الطيار، وقرر يروح القرية وشافهم، وقال انه شاف الخطة في مكتب توريس، وكان المفروض مفيش غير ألعاب نارية. سمعوا صوت طيور غريبة، بس 81 قال لهم يلا نتحرك. بنشوفهم وصلوا للقرية بس لقوها محروقة. 44 لحظة إن برج الراديو مدمر. 60 زعق إن الكادر سابوهم، بس 44 قالت دول ما مشيوش. 81 قالت لهم الآلة ضربت المحطة دي الأول، يعني نزلت من الجبل ده. و60 فكرهم بالكواكب وقال أكيد دي آلة فضائية. وهم بيتكلموا لقوا واحد من الكادر بيموت. 81 أمرهم ياخدوه العربية. 15 اعترض وقال محتاجين وقت نحزن، وإنه مش بطل النجمة الفضية اللي شال أخوه ورجع. 81 انفجر فيه وقال له أنا ما وصلتش بأخويا، أنا وقعت قبل القاعدة ب100 ياردة ومات في إيدي وأخدت ميدالية على أسوأ يوم في حياتي. وقال لهم لازم نحذر الكل، حاولوا يشغلوا الشاحنة. 81 قال إن خط الوقود ناشف. 15 قال أنا ميكانيكي وهصلحه. والموتور دار. بنلاقيهم حرروا الشاحنة وهزروا يا سوبرمان. فجأة الآلة ظهرت من تاني. 60 قال مفيش ذخيرة. 15 اتطوع وراح يجيبها، ورغم أمر 81 لكنه رفض وراح. 15 خد رصاصة. 44 داست بنزين على الآخر. ضربوا الآلة بس مفيش فايدة، الشاحنة اتدمرت والآلة قعدت تضرب قنابل عليهم. 81 قال اضرب في الفتحات. 109 حاول بس فقد درعه. 81 فقد 7 في الزحمة، عمل انهيار صخري على الآلة. 44 ماتت والشاحنة انفجرت. 81 صحي وسط الجثث، شاف الآلة ناقصة نصها وبتحاول تتواصل مع الفضاء. لها 7 وجر الأمان. المطر نزل والوقت خلص. ال24 ساعة خلصوا. انهار وبكى. 7 قال له أنا عرفتك من أول يوم، كنت مع أخوك وكان بيحكي عن حلمه وحلمك. 81 سأله ليه ما اتكلمتنيش؟ قال له أنت ما كنتش عايز تتكلم. 81 قال له لو عديت الخط لأخويا كنت هنام. 7 فكروا إنه ما استسلمش. 81 سأله نوقف البتاع ده إزاي؟ افتكر مادة سد التسريبات اللي عملوها في أول مهمة، وجات له نفس الفكرة. دخل مبنى وشغل الكسارة، استدرج الآلة ونط في جرافة وحشر الآلة في الجبل، والكسارة رمت دبش سد التهوية. الآلة سخنت وانفجرت. بنشوف 81 نط قبل الانفجار. الصبح جه شال 7 وعدى لخط النهاية. شير وتوريس ظهروا، شاف حطام الآلة ملموم. شير اعتذر. 81 سأل هم كام؟ شير قال له كل حتة، وده غزو عالمي بدأ. الأخبار أكدت إن الكبسولات في كل حتة. شير سأل دمرتها إزاي؟ فكروا إنه في كل مكنة ليها حدود، وإن هو سد التهوية بتاعها. شير رقاه وقال له أخوك هيكون فخور بيك. جمع الرينجرز قال لهم إحنا رأس حربة عملية الدرع العالمي. 81 خطف فيهم إياكم تستسلموا. وهم في الطيارة القائد بينادي الأسماء، ولما وصل 81 سكت علشان ما يعرفش اسمه فعلا. 81 دخل الاختبار علشان يوفي بوعده لأخوه، هو بينقذ البشرية كلها. قصة تثبت لك إن مفيش حاجة اسمها مستحيل طول ما قلبك ما بيعرفش الاستسلام. قولوا لي بقى إيه أكتر لقطة في الفيلم حبست أنفاسكم؟ ويا ترى مين الشخص اللي مستعد تشيلوه 10 ميل وسط النار علشان تنقذوه؟ منشن له في الكومنتات، وما تنساش تشترك في القناة لو لسه جديد. نورت قناتنا وسلام.